يا مساء الفل. اهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. البرنامج اللي بنلخص فيه اهم واقوى الافكار في 5 دقايق وبس. الحلقة دي خاصة جدا في البرنامج بتاعنا. النهاردة انا مش هتكلم عن كتاب ولا عن فكرة، لكن عن واقع بيحصل حوالينا بيشغل العالم كله. الحرب بين إيران وإسرائيل، بس هنشوفها من زاوية مختلفة، زاوية إنسانية وتحليلية للغاية. في البداية، هو إيه اللي بيحصل؟ إسرائيل وإيران في حالة صراع من سنين، بس اللي بيحصل دلوقتي أكبر من مجرد ضربات متبادلة. في تصعيد حقيقي، في تهديدات متكررة، وفي تدخلات بتحصل من بعيد ومن قريب. مش بس الحكومات اللي بتدفع الثمن، الشعوب كمان هي اللي بتتحرق بالنار دي. طب ليه الحرب دي مش زي أي حرب؟ لأنها في الحقيقة مش مواجهة مباشرة، دي شبكة من الوكلاء والحلفاء، لأن فيها أطراف دولية بتحرك الخيوط من وراء الستار، لأنها ممكن تجر المنطقة كلها الحرب أوسع، ومحدش عايز ده فعلا. وللأسف الضحايا مش القادة اللي بيصدروا الأوامر، الضحايا هم الأطفال والعائلات، الناس اللي بتصحى على صوت صاروخ وتنام على خوف. المدنيين في إيران وإسرائيل وفلسطين ولبنان هم اللي بيدفعوا تمن الحرب اللي ملهمش فيها. طب وبعدين؟ التصعيد ممكن يهدى بضغط دولي، وممكن ينفجر أكتر، بس الحقيقة اللي لازم نفتكرها دايما إن الحرب عمرها ما كانت حل، وإن اللي بيزرع نار هيتحرق بيها. السياسة ممكن تلعب بالنار، لكن الشعوب هي اللي بتتحمل الرماد. وفي زمن فيه السوشيال ميديا أسرع من الرصاص، دورنا هنا نفهم قبل ما نشارك، نحس قبل ما نحكم. الوعي مش رفاهية، الوعي أمان. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة في 5 مختلفة تماما، وأشوفكم في الفيديو الجاي مع مواضيع وأفكار جديدة مفيدة في 5 دقايق وبس. وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود، واشوفكم الحلقة الجاية.